خصت جمعية رياضة وصداقة فرع مراكش السعيد معطى الله اللاعب السابق لمولودية مراكش والمنتخب الوطني لكرة القدم بجلسة تكريم واعتراف لما قدمه للرياضة المراكشية في فترة الممارسة الفعلية أو من خلال ما يقدمه من بوابة جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش التي يرأسها. وانطلق الحفل باستعراض مسيرة المحتفى به الذي بدأ مشواره الرياضي رفقة مولودية مراكش، حيث برز ضمن فئة الصغار قبل أن ينتقل إلى الفتيان ومنها إلى فريق الكبار الذي حقق معه الصعود من الهواة إلى القسم الأول، كما سبق أن توج هدافا للفريق في أكثر من مناسبة، فيما لم يكتب له الانتقال إلى أولمبيك ليون الفرنسي الذي طلب وده وقتها كما كان مطلوبا من الكوكب المراكشي دون أن تكتمل صفقة الانتقال إليه. وخص أعضاء الجمعية المحتفى به بهدايا وتذكارات رمزية، كما قدم الحاضرون شهادات في حق المحتفى به. يحسن لي الشرف الحمد لله انني ما عمرني كنت غادي ندوز من ديك الطريق ديال الشرشر باش نلقى السعيد تيلعب الكره مع واحد مجموعه ديال الدراري الصغار واحد الوسيس نحيل وتيغزل في الكره تيغزل. شكون اللي كان معايا انا ذاك غادي معايا في الطريق هو معطي الله الاستاذ لانه سبق ديتو المولوديه. لا سالته قلت له شوف هذا اللاعب كيف كيلعب الكره، قال لي هذاك راه ولد عمي. قلت له علاش ما شفتيه المولوديه؟ قال لي سينا الواحد فيه الله بدات خاصم عليه شويه. خرج السي سعيد معطي الله انا اللي اول مره كنشوفه سالت معاه بخير وعلى خير. اخويا كيف درتي دخلتي ولد عمك ومشيت قال لي لا ما سينيتش ما مشيت انا ذاك. كان ديك الساعه شي شويه رجعت لنا واحد الرخصه وخصنا نعاودوا نعمروها. درنا تصوير السعيد معطي الله لعبناه اول ماتش بلا اونترينمون. لا باقي ما كاينش ليا زميل باقي ما كاين. مقابله كانت في الكوكب مينيم واللي كان ديك الساعه حارس المرمى هو الشاوي ماركه بيلانتي وبيت اول ماتش فيه بدون اونترينمون. السعيد راه دوز واحد الفتره كان هو نجم المولوديه وكان هو اللي كان السبب في الصعود ديالها لا من التروزيام ديفيزيون صافا ديك ديال ولا في الدوزيام ديفيزيون حتى البريمير ديفيزيون. قويله قلت لها ودي انا بغيت ندخل في هذه العاده اللي موالفه ديال الناس الا جاو بحال هكا شي احتفال نبدا تنقول الله يعطيه الصحه ودار وهادي وهادشي. انا بغيت نقول داكشي اللي خايب في السي سعيد، ولكن حيت جبت لاباج لقيتها خاويه بيضاء ما فيها والو. عرفت البيلانتي ديالو شنو هو؟ تيشوف الكارديان دو بوت وعنده واحد لا رياكسيون تيلمون قليوله حتى انه لقيته باش حتى تيرمي تيبغي يضرب والجول تيدير واحد التحريكه هو تيكون تيشوف في الجول، وهذيك التحريكه اللي دار هو تيضرب هذه الجهه الاخرى. يعني اسهل ولكن كي قلت لكم قليل الفهم ما يمكنش يديرها. لو جوور انتيليجون يمكن يدير هذه القضيه هذه. أنا كمتفرج وكحكم وكمسير عشت كاع هاد المراحل كلها. هي دازوا قدامي ثلاثة ديال اللاعبين اللي عمرنا ما نساوهم دازوا في مراكش. كويريا بدا الميت بالموهبة وبالأناقة ديال هاد ثلاثة الإخوان اللي غادي نقول لكم. أولهم الحاج محمد بن صالح، السي سعيد مطلع، والسي فوزي ظاهر. هادو تنحلم بهم انا ديما ككواريه، لا من ناحيه نقولوا الموهبه اللي كانت عندهم ولا حتى من ناحيه ديال الاخلاق. انا ما عمرني تفكرت انه السي اللي قال السي الحوري انه تطرد، انا ما دخلتش في بالي في دماغي يمكن لا طرد شي خطره خارج مراكش. اما في مراكش ما عمرني ما سمعت السي سعيد معطي الله كنشهدوا ليه كحكام باسم الحكام اللي ديال مراكش بعيده. وانا طولت فيه تقريبا 25 سنه ما عنديش في التاريخ ديالي انه السي سعيد دار شي حركات لا رياضيه اللي كانت تستحق عليها الطرد. هنيئا لاخينا السيد سعيد معطى الله بهذا الاحتفاء الكريم الذي يليق بمقامه وبشرفه وباخلاقيته وبما قدمه منذ زمن بعيد ولا زال يقدمه في حقل الرياضه في اطار الجمعيه التي يسيرها ويرأسها الا وهي جمعيه مسيري قدماء ولاعبي مدينة مراكش إلى جانب إخوانهم في جمعية الرياضة وصداقة، حيث نسأل من الجميع أن تلتئم جهودهم وأن تتسم أيضا بالتعاون وبالعروة الوثقى حتى تكون في صالح الرياضة
كشكل يعني كبير وشكل يليق بهذه المدينة وبكل ما تهدف إليه الرياضة من سمو نفس وعلو أخلاق. جربته وخلطته وعاشرته، موهبة فنية مميزة وذو أخلاق حميدة وسلوك حميد، كل من عاشره وكل من لعب معه دائما يجد فيه هذه الأوصاف التي قلت آنذاك، إلى درجة أن قيل في المحتفى به آنذاك أنه موهبة فريدة، ولا زلت أتذكر هذا إلى يومنا. دائما المعطاء، الرجل المخلص، الرجل الفنان له موهبة كبيرة في كرة القدم. سي سعيد معطى الله أو الأسرة أو العائلة كلها أيت معطى الله، لا بد أن نذكر الشخص الذي فعل في هذه الأسرة ككل، ألا هو الحاج خليفة الله يرحمه. الحاج خليفة اللي خلى لنا هذه الأسرة المتميزة أخلاقا وخلقا وتربية حسنة، والتي لا زالت تتجدد في الأحفاد إن شاء الله. سي سعيد معطى الله اللاعب كان متميزا بأخلاقه وصفاته وسمو أخلاقه بين اللاعبين، ويعني التعاون بمعنى التعاون الكبير بينه وبين جميع اللاعبين. سي سعيد معطى الله كان لاعبا ومسيرا بدون أن يشعر بذلك، كان موجود هو وكانت موجودة سيارته، وكان يساهم ماديا مع اللاعبين المتواجدين معه في الفريق، يساعد ماديا. سي سعيد أيت معطى الله المسير بعدما يعني خرج من برقعة الملعب دخل إلى دائرة التسيير، فكان نعم السند لفريقه طيلة حياته، لم يفارق نادي مولودية مراكش من 68. قلت سعيد معطى الله فريق ميلودية مراكشية حتى عمرك قلت بيلاتي ديما ورد ماك بيلاتي عزيز عليا كما كنت بيلاتي. ما شكرا على الله مرحبا بك معنا وشكرا. فلنقف ولنصفق بحرارة صادقة لهذا الإنسان الذي نجتمع اليوم لنقول له أحسنت وجزاك الله خير الجزاء، فشكرا. وبدوره أدلى السعيد معطى الله بكلمة بالمناسبة. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السيد رئيس جمعية رياضة وصداقة فرع مراكش، السادة أعضاء الجمعية، أيها الحضور الكريم، أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد نجيب الجوهري وجميع أعضاء الجمعية على هذه الالتفاتة الطيبة التي تبرهن على مدى حب جميع الحاضرين لشخصي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيبوبتكم جميعا وتقديركم لما قدمته لكرة القدم على مدى سنين طويلة من العطاء. إن هذه تبعت في نفسي كل الاعتزاز، وكم زادت سعادتي وأنا أقف بين عدد كبير من الإخوة والأصدقاء وقدرهم جاءوا ليشاركوني هذه الفرحة، فتحية وتقديرا لك أخي نجيب ولكم جميعا، وتهنئتي لكم بنجاح هذه المبادرة الشجاعة من هذا الحجم الكبير. ولا تفوتني الفرصة بالتقدم إلى جميع أفراد جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش بالشكر الجزيل على تضحياتهم ومجهوداتهم. مرة أخرى شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واختتم الحفل في أجواء من المرح والنشاط انخرط فيها جل الحاضرين في الجلسة.